بنات اتقوا والله، انتوا جالسين تصدقون واحدة وكأنها كاشفة للغيب. وين روح كلامكم؟ تسلية وخرابيط. انتوا جالسين تضحكون علي ولا على نفسكم؟ بس هذا مو معناته اني مو مبسوطة لاني تعرفت على شخصية مثلك. والله انتي انسانة رائعة ممتازة، ما عليكي اي خلاف. انا اسفة اني قطعت عليكم سالفتكم، كملي وكلي اذان صاغية. شوفي يا أخت إبراهيم، سمي الله يحييك. ها؟ انتي كيف عرفتي اسم اخوي؟ قلت لكم هذه مخاوية والله. السر الكبير اللي انت مخبيته وما تحب حتى واحد يعرفه، وبالذات واحدة من صاحباتك اللي معاك، أنا قادرة نكشفه لك نفس ما كشفت لك اسم خوك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام قولا من رب رحيم. قلت لكم ما صدقتوني، هذه مخاوية نص سكون الأرض. قوموا قوموا، لا يتلبسكم اللي متلبسه، قوموا. نعم، وش تبين يا الجازي؟ ماني بجاية، خلاص انسوني. أنا بنسحب من الشلة. إيه؟ أنتوا الصراحة خربتوا أخلاقي، أفسدتوني، ما بقي شيء ما سويته معكم. إيه؟ هروب من الجامعة وسواقة وسهر طول الليل وآخرتها ساحرة. كيفي؟ ما راح أجيكم، ابعدوني عن طريقكم. تبين الجد يا هيوي؟ أنا بعد هاللي سمعته منك خلاص أنا بنسحب مننا. إيه وشبيبنا وحنا خربانين أصلاً لهالدرجة؟ لا والله ما أتريق، بس أنت الكلام اللي قلتيه هو الكبير وبصراحة ظلمتينا فيه. ترانا وش حليلنا، ما علينا كلام، كل اللي نسويه سوالف بنات وبس، نبغي نتسلى ونغير جو مو أكثر. لا يا حبيبتي، في بنات لو عرفتيهم ودخلتي عالمهم هذيك الساعة بتعرفين شو الفرق بين التسلية واللعب اللي بجد. ماني بقايلة أسامي ولا أبي أحش، أخافك تضيفين لي صفة ثانية للخراب. يا بنتي أمزح معك، وش فيكي كذا؟ ما تبغين أحد يقول لك ولا كلمة؟ خلاص يا يوي، واللي يرحم والديك عديها هالمرة خلاص عشان خاطري. إيه أوعدك هالمرة ما عاد أحطك في موقف كذا. مسكينة الساحرة هجت من الديرة بكبرها بعد اللي سويتيه فيها. أعطيني. شوفي يا بنت الناس، الله طيحك في شلة، هذا طبعها وهذه سوالفها، يا تقبلينها بعيوبها يا تروحين تشوفين الناس على قدك ويناسبونك في التفكير. إيه أعني اللي أقوله يا هيا، خلاص ذبحتينا بصلاحك، قاعدة تحسسين الوحدة منا أنها أسوأ من على الأرض، ولا الشيطان بكبره. رحمينا من هالمبالغة اللي ما لها معنى. أعطيني الجازي، أقول لك أعطيني الجازي. لا ماني معطيتك الجازي، الجازي الدلعك
وانت تبين أحد يوريك العين الحمراء. شكل إبراهيم عودك على هالطبع. ترى بسكر الخط. سكري إذا فيكي خير. إيش بسوي؟ بتصل على إبراهيم أخوكي وأقول له خلي هيا تيجي تكمل السهرة معانا. الناس هنا ميتين عليها. حرام عليك اللي تسوينا فيها. هاتي التليفون هاتي التليفون هاتي التليفون. ماني معطيتك إياه، ببرد قلبي فيها. ما لقيت تحوس الجلسة إلا لما جاء دوري. انت المفروض تشكريني وتقدريني لاني انقذتك من الشرك يا الخبله. انت لو تفهمين كان للحين كل كلامك دعاء وشكر لله. شرح مو عليك والله، شرح على عقلك الطاير بالاشياء اللي ما تسوى وما لها معنى. ايش؟ قولي له اذا فيك خير قولي له، ما عاد يخوفني. ايه طبعا انا اليوم اصلا متهاوشه معاه ووريته العين الحمراء. هيا اخوي يا ريج، يلا مع السلامه. هيا قوم سوي لي عشاء، انا ميت من الجوع، ما تعشيت زي الناس. قوم يلا. سم ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي. المسكينة مامي داها تسوي الشخصية قدامي. جتها أم الركب وهي تسمع صوتها قفلت الخط، حتى ما انطرتني أرد عليها. خوف شاطر. والله حرام عليه. هو ليه يسوي كذا؟ ليه يعاملها وكأنها جارية عنده؟ معقول يخلي كل الخوف يسيطر عليها وحتى يتحكم في مشاعرها اتجاهه؟ يا كثر أسباب إبراهيم وأمثاله. الأنثى بنظرهم أقل من أنها تعامل كبشر عنده حقوق ومشاعر. خليني ساكتة بس. تعالي وين رايحة؟ تو الناس، خليك عندي شوي. خليني أروح لا يصير فيني اللي صار الهيا. يلا تصبحين على خير. جيبي لي الآيباد والكمبيوتر في الغرفة. اوكي. سمحتك سمحتك كتير، سمحتك قلبي الكبير. سمحتك السلام عليكم السلام. حرام ورد يشيل زبالة. ليه انت ليه ما يقول انا اجي اشيل؟ عشان ما في انا بعدين ما في كلام. ماما يقول ما في كلام مع هاي سواق جيران، بعدين ماما تسوي خروج نهائي. خروج نهائي؟ يعني شنو؟ يعني سافر؟ اي خلاص. لا ما بيسافر. انت بيسافر، انا ممكن في موت. مرقية. سيف نعم.
وصادف إنه وقت المؤتمر مع المعرض. تبغاني اخذك معي علشان ابلش فيكي؟ تبلش فيني ليه؟ شايفني يعني جاهلة قليلة الدبرة؟ والله إني عاقلة وعارفة أدبر عمري والله. شوف أوعدك إني ما أزعجك ولا بتحس فيني طول الوقت بظل في المعرض والله. من جدك انت؟ تبغاني اتركك طول اليوم تسرحين تمرحين على كيفك؟ شايفتني مجنون ولا خبل؟ اسمعي زين، قفلي على ذا الموضوع ولا تجيبين سيره، وسفر من هالدير يحرم عليكي، دامك في معية صاحب البيت. طيب يعني حتى لو الوالدة جت معنا؟ انا اقول تضفين وجهك قبل لا يجيك شيء ما تمنينا، ما عاد باقي الله والله، اجلجلك معي بمؤتمراتي. قلعي! ما عاد باقي لي اجرجرك معي في مؤتمراتي، حسسني اني بقرة مربوطة بحبل. يا رب يا رب يجعلك يا رب بزوج بقرة ينطحك يا رب. صباح الخير. صباح الخير بابا. صباح النور. لما لا تنسين موعد الناس اللي راح يشوفوك اليوم. عشان خاطري يا بابا افطر معنا اليوم. ما عندي وقت الفطور، عندي اجتماع بعد المحاضرة الأولى. صباح الخير ماما. صباح النور. القمر يبي شاي؟ لا لا شكرا، أنا طالعة المطار الحين وبرجع المغرب. أبيك تجهزين حالك زين لأن موعدهم بعد صلاة العشاء، وما أبيك تتأخرين في الجامعة. يلا باي. قصدك الثور صح؟ ما شاء الله وش هالذكاء. والله طلعتي تعرفين ان الثور زوج البقرة. ظنيت ان معلوماتك في الحياة زيرو. أحلى يا زيرو، وبعدين ليه تكون معلوماتي زيرو؟ قالوا لك بقرة؟ حميد ردي لها يعني. حرام عليك يا نجلة، انتي وش فيكي؟ تراهم مو ناقصين، كل واحدة منهم ودها تاكل الثانية. يا حبيبتي يا لموي ما عليكي من سوالفهم وكلامهم، تراهم يودون على بعض. لا ان شاء الله، انا ما لقيت الا انا في الدنيا كلها اموت في هذه. اسمعي، ترى جهلك بسببك، والله انا عمري ما شفتك دخلتي فصل ولا محاضرة، وكل العلم اللي تعلمتيه طول هالسنين اللي راحت كلها حروف تكتبينها او كم كلمة تحطينها في كم جملة ويلا بعد. والله طلع لك لساني يا هيا، أثرك ما تنعطن وجه. متى ما تيحت لك فرصة تمردتي وصار لازم تاخذين على راسك. الله لا يلوم أخوك على اللي يسوي فيك، بلاه عارفك وعارف سوالفك. يقول خلي احد غيرك يقول الحكي. الله تتشطرين عليه سالفة انت تعانين منها مثلي ويمكن اكثر بعد. صباح الخير يما. صباح النور. شو اللي مصحيك بدري؟ تيري جيبي لي قهوة بسرعة، عندي انترفيو بعد ساعة. باي. افهم من كذا انك ما انت مسافر؟ تبي تكمل الماجستير هنا؟
أنا يما بشتغل، ماني مكمل دراستي. وليه تشتغل؟ وش اللي حادك على الشغل وأصلا أنت مو محتاجه؟ بالعكس يما، أنا أكثر واحد في الدنيا محتاج للشغل. هذا إذا كانت معاييري تتفق مع معاييرك الغالية. نواف، وش تبي تقول؟ اللي أبي أقوله إني محتاج أحس بكياني وبقيمتي وبوجودي. محتاج أشغل نفسي في اللي يفيدني واللي يساعدني على تكوين مستقبلي بعيد عن نفوذ أبوي وفلوسه. نواف، إيش اللي غيرك؟ إيش اللي قلب كيانك كذا مرة واحدة؟ ليكون البنت هذه اللي شاغلة بالك هي السبب. نواف، ليكون مفكر إذا استقليت بعمرك هذا، إذا قدرت تستقل، إني أنا راح أوافق تاخذها وترتبط فيها. لا يا نواف، ما راح أوافق. اللي عندي قلته يما، والقهوة ما عاد أبيها. فمان الله. نواف، يا ليت تختصر على عمرك اللي بتسويه عشانها، لأني أنا مستحيل أوافق إنك تاخذ البنت هذه. وإن شاء الله ما شربت القهوة. تفضل. خلاص يا ريت، وانت كمان يا أريج، اللي تسوونه مو صح. الناس قاعد تناظركم. حبيبتي، ما دام معاكم الطقاقة تحملوا اللي بيجيكم منها. طقاقة في عينك يا قليلة الأدب. والله أنا ما قلت شيء من عندي، كل الديرة تحكي عن أريج، صوتها وحبها للغنى. وات؟ يعني الحين اللي صوته حلو منبوذ ومكروه في هالديرة؟ ذنبها المسكينة إنها هي موهوبة؟ ذنبها انها توافق تغني في الحفلات. ترى كنا حاضرين حفلاتها وعرفناها، وحتى وهي لابسة النقاب. وانا الحين ابي اتعاقد معاك عشان تحين لي حفلة طق. وانت ما عندك مانع تغنين في حفلات مختلط؟ يلي ما تستحين على وجهك والله ما راح مررها لك. ان شاء الله لو اسبب لك عاهه مستديمه. اتركيني عليها. تكفين عشان خاطر لا تركيني اقول لك. لا تكبري السالفه وهي صغيره. تكفين عشان خاطر لا تسوي لها شيء. خليها. مقفاك، ورينا مقفاك قبل لا اوريك شغلك الحين. واسمعي يا شاطره، اللي بيته من قزاز ما يرمي الناس بحجاره. وتراني اعرفك وعارف كل سواليف حفلاتك اللي ريحتها فايحه في كل مكان. وان ما شلتي اريج من راسك والله لا اخليكي تندمين على الساعه اللي اقبلتي فيها على الجامعه بكبرها. فاهمه انت وخشمك؟ كفوكم الطقاقة. قول يا شاطرة يلي ثين ايبروز خلاص اتس اوفر. شوفي لك احد يلبسك ويعلمك الذوق مدام قروشك. واجد. ليه سكتي عنها؟ ليه ما دافعتي عن نفسك؟ ولسانك طويل علي انا لحالي بس؟ لأن موقفي ضعيف، ودفاع عن نفسي في إدانة لي، وممكن يثبت علي التهمة. موهبتك مو تهمة أو شيء تخجلين منه يا ريج. لا تهمك هذه التافهة، هذه واحدة حاقدة وغيرانة من موهبتك. وبعدين الغنى صوتك وهوايتك، والمفروض تفتخرين فيه مو تخجلين منه. مجتمع والظروف اللي أنا عايشتها يخليني أخجل من أي شيء يخصني أو يتعلق فيني يا نجلة. أريج عشان بس تصدقوني يوم اقول لكم انهم يموتون على بعض. أريج انتظري شوي. أريج وش فيك انتي؟ هيا اتركيني بحالي، أنا ما أبي أحكي، ما فيني أي شيء، ما بشفقتك ولا اهتمامك. إذا بتريحيني اتركيني في حالي. أنا ما لحقتك لأني شفقانة عليك. ليه لحقتيني يا هيا؟ أبي أشاركك همك والله، وهذا حقك علي، وأنا ما أسمح لك إنك تصادرينه مني والله، حتى لو طقيتيني بعد مو بس عصبتي.
ما توقعت هيا أن تدافع عن أريج بهالشكل، مع أنها أكثر واحدة رافضة لموهبتها. من جد هذا طيبة وما في زيها. على فكرة هي حكاية تصدقون كل يوم أكتشف فيها شيء جديد يعجبني ويبهرني فيها. أنا لازم أمشي عشان أروح أجهز نفسي، وأمر الصالون عشان أصلح شعري، وبعدين أروح البيت عشان أستعد. ماي جاد، أنتي مصرة تدخلين عليه؟ أم اللي مصرة. لو ما كنت تبين مستحيل تجبرك، بس أنت اللي تبين يا لمى. حتى لو كنت أبيه ما تشوف إنه في شيء غلط؟ يمكن في شيء في داخلي يبي الاستقلال ويبي يطلع من بيتنا البارد اللي ما فيه روح. قصدك تبين الهروب؟ سمي اللي بتسميني يا نجلة، المهم إني أطلع من بيتنا اللي قرب يسبب لي اكتئاب. ويمكن يا لما يا حبيبتي تروحين لبيت كله كآبة وتعاسة وبرود زي اللي صار لداليا. بصراحة أنا مع نجلة، المفروض يا حبيبتي تاخذين وقتك في التفكير وتشوفين نفسك إذا أنت فعلا مقتنعة بفكرة الارتباط والزواج ولا لا، وإذا عندك الطاقة والقوة إنك تبنين عائلة مستقرة ولا لا. أي مكان بالدنيا ممكن يكون أحسن من بيتنا، ويمكن يكون نسخة من بيتكم يا لمى. أنا ما يهمني كل اللي تقولونه، أهم شيء إني أشوفه. أنا مصرة إني أشوفه. يلا باي. طيب أنا بخلص المحاضرة وبلحقك دام خالتي ما تجي للمغرب. أوكي يلا باي. باي. يا نجلة، أنا مرة خايفة على لما، خايفة من اندفاع. البنت مشوشة ومو عارفة وش تسوي، أكيد من العيشة اللي عايشتها. لما تبي الاهتمام والحب، تبي من يحسسها بوجودها ويسمعها الكلام الحلو ويدللها ويشاركها كل التفاصيل. نجلة، مو كل البنات يحبون كذا ولا إيش؟ لا مو كلهم يا الجازي. يلا قومي. حيا الله نايف. الله يحييك. حيا الله من جانا والله. هلا والله. لما تعالي وانا ابوش، تعالي. تعالي تعالي قعدي جنبي وانا ابوك، تعالي. هذه بنتي لما يا نايف. مرحبا لما، كيفك؟ الحمد لله تمام. انت كم عمرك؟ 22. انا قايل لهم الله يهديهم ابي واحدة عمرها 26. ما توقعتك صغيرة، بس عشان ما يكون بيننا فرق كبير في السن. انا عمري 35. انا بصراحة ماني شايف فرق كبير. على العموم انا بخليكم مع بعض عشان تتكلمون براحتكم. انا اول عريس تدخلين عليه؟ ما فهمت. اقصد هل سبق وان تقدم لك احد دخلتي عليه يشوفك ما تم العرس لاي سبب؟ لا، هذه أول مرة يتقدم لي واحد وأدخل عليه. ليه تسأل؟ يعني من حقي أعرف إذا حد شاف البضاعة أو حط عينه عليها قبلي. بضاعة؟ وش هالكلام اللي قاعد تقوله؟ أنت بضاعة وأنا بضاعة، والعرس بكبره صفقة، وأكبر صفقة في حياة الإنسان. عشان كذا الواحد مننا من حقه يعرف تفاصيل صفقته قبل لا يقدم عليها. إيش هالكلام اللي قاعد تقوله يا نايف؟ لا تكلمني بهالطريقة، وإذا أنا مو عاجبتك تراك مو مجبور فيني. بالعكس، أنت عجبتيني بالحيل. عشان كذا ودي أطمن على تفاصيل تهمني.
مين في جوا؟ ميس الجازيان وانا بيست فريند. ادري مين منهم؟ ميس هيا. ثانك يو. يا الله، من رجعت بيتهم وانا اتصل عليها وما ترد علي. يا حبيبتي يا هيا تطمني، ترى أريج ما شاء الله عليها قوية وبتتجاوز الأزمة. انتي بس اعطيها شوية وقت وأكيد بتشوفينها قدامك زي الأول وأحسن بعد. من قالك انها قوية؟ لو كانت قوية كان ما سمحت لاخوها انه يضربها. يضربها؟ كيف عرفتي انه يضربها؟ مين قال لك؟ ها؟ ما حد قال لي. انا شاكة انه يضربها. مو شاكة، انا متأكدة انه يضربها، لان اليوم يوم لحقتها شفت اثر ضرب، ويوم سألتها ارتبكت ما عرفت شو تقول لي. لا مستحيل، أريج قوية وصاحبة موقف ومستحيل تسمح لأحد انه يمد ايده عليها. اسأليني انا اعرفها زين. تعرفينها زين لكن ما تعرفين ظروفها القاسية ولا يمكن تتصورينها. كيف لا يمكن اتصور ظروفها يا هيا؟ وأريج صديقتي وصاحبتي. لأنك عايشة بين أهلك ولاقي كل الاحترام والتقدير، وأهلك لا يمكن يسمحون لأحد إنه يتعدى عليها. ما شاء الله عليك، عايشة في وسط، لك كلمة ومكانة وقيمة. يا الله، ما ترد، الله يهديها. انزين كملي، وش قالت نجلة؟ بس هذا اللي قالته. صحيح انه ما شافتها، بس لما تقول انه حليو وشكله مرتب ومزيون وسو كيوت. وش بينفعها السو كيوت إذا كان مغرور على قولتها؟ قولي لي يطلع. اطلع يا نواف، انت ما تشوف البنت كيف راح تنجلط؟ طيب انا اسف، ما توقعت ان عندك احد يا الجازية. يا ربي، شو اللي خلاني اقعد لهالوقت؟